اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي ويا شفيعي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب، أنا وكل السامعين. ازيكم حبايب قلب أسماء من جوه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي أحسن حال. بحبكم في الله وبشكركم جدا من داخل مصر ومن خارج مصر. أهلا وسهلا بكل حبايبي الغاليين. يا رب دايما تكونوا في خير وفي سعادة وفي أحسن حال. النهاردة أتمنى لو انت جديدة معانا في القناة وأول مرة تشرفيني انضم لعيلتي الجميلة من كلمة اشتراك تلاقيها تحت الفيديو. اضغطي عليها هيظهر لك جنبها 3 اختيارات، اضغطي كلمة الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بنزله بإذن الله. وطبعا يشرفني متابعتك ليا وتاج على راسي كمان. النهاردة بقى جايلكم بفيديو جديد وروتين جديد. أنا عارفة إن الروتين ده اتأخر عليكم شوية. الروتين ده وأنا عند هاجر أختي. ده اليوم اللي انا مشيت فيه، ده اليوم اللي انا مشيت فيه. صورت لكم كل اليوم كده بتفاصيله من اول ما صحينا لغايه ما روحت البيت. صباحكم زي الفل وصباحكم معطر بذكر الله. طبعا زي ما انتم شايفين، اول حاجه ابتديت اللي انا انضفها، دخلت على اوضه النوم الكبيره، طلعت اللحاف كده في الشمس وفي الهوا. قلت ايه تغيير جو كده برضو من الاوضه، وفتحت الشباك بتاع الاوضه والبلكونه. وقبل ما اطلع اللحاف مسحت طبعا الجدار بتاع البلكونة عشان برضو لو كان مندي او كده فانضفه عشان ما احط عليه اللحاف ما يتوسخش. وروقت السرير وظبطت الأوضة كده، وبعدين برضو سبت الشبابيك مفتحة وباب البلكونة برضو مفتح كده يغير كده يعني جو الأوضة، لأن زي ما انتوا عارفين ان مودة كانت تعبانة. ده اليوم يا جماعة اللي أنا كنت فيه هناك وهي تعبانة وأنا بت هناك. وده كان تاني يوم بقى. اللي هو انا قعدت يومين هناك، انا قعدت يومين. فانا كنت نزلت لكم فيديو يوم، والتاني كنت جيت علشان لولو، بس الفيديو ده كان متصور. فقلت انزل لكم الفيديوهات بقى اللي انا ولولو كنا فيها مع بعض الاول، وبعدين ابقى انزل لكم الفيديو ده. هنا برضو جيت على تسريحة ظبطتها كده ومسحت الازاز. طبعا انا صحيت من النوم لقيت هاجر اختي برضو مجهزه لنا فطار، فطرنا وشربنا شاي وكده يعني. فجوز اختي كان نزل يعني شوف برضو لو ورا مصلحة ولا حاجة يعملها، كان نزل ومفيش في الشقة. قال لنا وهاجر كان في شوية هدوم لمنها طبقناها وحطينا الهدوم في الدولاب. وبعد ما روقنا الشقة خالص وكنست الشقة ورشيت معطر وظبطت الدنيا كده، عملنا كوبايتين نسكافيه، وكنت عملت لمودة ليمون، كوباية ليموناتة وكده، على اساس ان هي كان زورها وجعها. فقلت لها اعمل لك ليمون، قالت لي اه. المهم عملت لها ليمون واحنا نسكافيه. وعايزه اقول لكم بقى ان اليوم ده الليله بقى اللي صبح اليوم ده كان تعبت بقى خالص، وكانوا خدها للدكتور يعني. وهم جايين كانوا جابوا فينو وكانوا جابوا قرص كده بعجوة وكلام من ده. بعد ما خلصنا الشقة بقى ونضفنا الدنيا كده وما عادش ورانا حاجة، قمنا جايبين قرصتين وعملنا نسكافيه بقى. وكان في بسكوت كده برضو كنت شاريه المودة، فجبت منه كده بسكوتة لها. وقعدنا في البلكونة انا وهاجر ومودة، يعني تغيير جو برضو كده من الشقة. عايزة اقول لكم ما شاء الله شقة هاجر اختي مريحة نفسيا لدرجة ان انتي تحبي كده تفضلي قاعدة في البلكونة بس. وجواها حلو ومفتحة ومنورة والشبابيك بتاعتها كده مدخلة هوا وشمس، يعني جميلة بجد. وزي ما انتوا شايفين هي على الطريق وفي نفس الوقت قبالها زراعة. فالجو اللي انتي كده تقفي في البلكونة وتبصي كده على الطريق وعلى الزراعة، فحاجة مريحة نفسيا جدا جدا. لما بروح هناك بحب دايما اقف في البلكونة او اقعد فيها. هنا حبايب قلبي كنت برضو بعد ما خلصت الأوضة الكبيرة دخلت كده على الركنة نظفتها وايه. هي نظيفة يعني إلى حد ما، هي كويسة، بس ما كان بقى شقاوة العيال وكده. نفضت الكنب بتاع الركنة وكنست بالمكنسة برضو كده. الشقة نظيفة بس أنا بقيت ايه لازم تتظبط وتتكنس كل يوم. هنا كنت قفلت الباب في وش هاجر أختي وهي بتصورني، فجيت اقفل الباب قفلته في وشها، قفلت الباب خالص يعني.
فهنا دخلت على المكان ده كده ايه اللي هو بيودي على المطبخ والحمام. وهنا الحوض كده رتبت كده، اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت الفوط مكانها، نشرتها كده يعني على الغسالة يعني، عشان لو حد منشف ايده ولا حاجة بتنشف وهي مكانها كده عادي. وكنست المطبخ برضو ما كانش فيه اي مواعين. كان بعد الفطار برضو غسلنا المواعين بتاع الفطار، كان حاجة بسيطة يعني، ما كانش فيه الا المطبخ بس هو اللي عايز يتكنس. كنست السجاد بتاع المطبخ كده برضو على السريع يعني. تنظيف الشقة ما خدش مني كتير يا جماعة والله. بس كده خلاص. وانا بكنس الصالة قلت ادخل كده على الطرقة بتاع المطبخ والحمام، وادخل على المطبخ برضه اكنسه بالمرة وانا مشغلة المكنسة. وبعدين دخلت هنا بقى على الأوضة الصغيرة دي، الأوضة اللي أنا كنت نايمة فيها بقى. مفيش إلا السرير اللي أنا كنت نايمة عليه، هو اللي عايز يتنفض كده ويتطبق وخلاص. كنت بشرب مية لأن الجو كان حلو بصراحة، ما كانش برد. و... واحتريت، حسيت ان انا حرانة كده وعطشانة. طبقت اللحاف الفايبر ده، وهطبق برضو الدفاية. دايما انا بحب اتغطى كده بالدفاية يا جماعة تحت البطانية او اللحاف، من غيرها بحس ان انا ما بدفاش، مش عارفة ليه. مين بقى بيحط الدفاية تحت البطانية او اللحاف زي كده اما يجي يتغطى وينام؟ لو حد زي كده بقى يكتبلي في الكومنتات. النهاردة اليوم كان حلو والروتين كان حلو بصراحة، وكل حاجة خلصناها بدري لان احنا كنا صاحيين بدري. هكنس بس الأوضة كده، والنمر ده ملوش مكان، قاعد يتنقل من هنا لهنا. فالحاجة اللي تتنقل من هنا لهنا ما بتبقاش حرام يا جماعة، لأن أنا عارفة في ناس ممكن تقول مثلا إن ده حرام وكده. الحرام إن انت تحطيه في مكان ما تحركوهوش، لكن لما يكون العيال بيلعبوا بيه أو بيتنقل كل شوية من هنا لهنا، بترمى كده كده، فمش حرام، ما هوش صنم يعني ولا حاجة. كنست برضو الأوضة كده. أنا ما شلتش السجاد لأن هي الشقة نظيفة، وقلت أكنسها كده بالمكنسة على السريع وخلاص. لأن هي حتى لو نظيفة هاجر أختي على طول بتنضفها وإيدها فيها يعني. حتى لو انتوا شايفين كده شكلها نظيف، فهي على طول حتى لو نظيفة لازم الشقة تتكنس كل يوم وتتنفض وتتظبط يعني. خلاص كنت خلصت كنس خالص. هلم بقى السلك بتاع المكنسة كده واحطها مكانها، وشوية معطر بقى في الشقة. مشيت في الشقة كلها كده احط معطر، وقفلت الباب برضو بتاع الشقة علشان مفيش قطة تدخل او حاجة كده او كده يعني. الشقة لازم يكون بابها مقفول على طول هناك، لان البيت فيه برضو ناس ورجالة وسلفات وكلام من ده، فاللي هو كل واحد بيبقى قافل عليه شقته لازم يعني. خلاص بقى قلت اقف شوية في البلكونة كده، وكنت بتكلم انا وهاجر اختي. وبعدين قالت لي ايه رأيك نعمل كوبايتين نسكافيه؟ قلت لها ماشي. كنا خلاص قلنا بقى خلاص ما عادش ورانا حاجة، المطبخ نضيف، الشقة نضيفة. نقف شوية في البلكونة في الجو الجميل ده. كنا في الوقت ده حوالي الساعة 10 الصبح، مخلصين كل اللي ورانا ومش ورانا اي حاجة. عملنا النسكافيه بقى في الكوبايات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، وقرصتين بعجوة كده. احنا كنا فاطرين بدري، اللي هو اصلا بالنسبة لنا بدري قوي قوي يعني. لان الساعة 10 ده الواحدة بتبقى لسه قايمة وكده، فاللي هو فطرت وكمان بشرب نسكافيه واكل قرصة والساعة لسه 10. فاللي هو لا، دي تاني طاقة بالنسبة لي في اليوم يعني. طبعا هتطبخوا ايه اسماء بقى النهاردة؟ هنطبخ ايه واحنا يا جماعة قاعدين كده؟ هاجر اختي عندها كنبيت اللي هي البوري يعني. كان جوزها جايب بوري ما شاء الله يعني كبير وحلو. تقريبا الكيلو كان 3 أو 4. فاللي هو انا ماليش بقى تقول على البوري بصراحة، ماليش تقول عليه. انا اكله ممكن بس ماليش تقول عليه. وهاجر اختي عارفة ان انا ماليش في البوري قد كده، فجوزها جايب بوري. فيعني قالت يعني بعتت يعني تجيب سمك تاني يعني وكده، فما لقيتش. المهم واحنا كنا قاعدين بقى في البلكونة ساعة ما بنشرب نسكافيه، لقينا حد تاني معدي بسمك بعربية سمك وكده. فاللي هي نازلة بقى
انا هجيب لك سمك، يعني عايزه اجيب بولتي يعني، او اجيب لك قمره او كده. فقلت لها والله يا بنت انا هاكل من البوري حلو وماله، هاكل منه اللي هو يعني، هو انا هاكل ايه يعني، الواحده هتاكل ايه يعني، بقين وحته سمكه كده وخلاص، مش اللي هو يعني. انا اكلتي والله يا جماعه على فكره مش كتيره يعني، مش مش اللي هو مثلا ان انا، لا عادي، الاكل ما بتفرقش معايا قوي يعني، بقين كده وخلاص. المهم هنا بقى يا جماعه، الله بقى على الجمال والفرن البلدي الحلو قوي. هاجر كانت نزلت جابت سمك تاني البلطي برضو، ما سمعتش كلامي ونزلت. جابت كيلو سمك بلطي، وكان جوزها جايب كيلو بوري. وايه عملنا اللهم صل على سيدنا محمد، عملنا التتبيله بتاع السمك كده ونزلنا بقى. نزلنا هاجر اختي حمت الفرن ده. انا من زمان قوي ما قعدتش قدام الفرن ده، من سنين كنت انا وانا متجوزه كان عندهم برضو فرن زي ده، فاللي هو اول مره كنت اقعد قدام الفرن البلدي وانا متجوزه. ما كنتش بعرف، بس طبعا الواحده المتجوزه طبعا وفي عيله بتبقى اللي ما بتعرفوش لازم تتعلمه، وبقيت اتحرج ان انا اقول ما اعرفش. فاللي هو لا بقوم قاعده واشوي سمك فيه، وكنا بنخبز فيه عيش وحاجات من دي يعني. فاتعلمت، انا علمت نفسي بنفسي. وبصراحه برضو عمتي يعني برضو كانت مجرقاني يعني، مجرقاني ان انا اقعد قدام الفرن وكده يعني، اللي هي كانت حماتي. ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. ادعوا لها يا جماعه ربنا يشفيها، ادعوا لها ربنا يشفيها، لان هي تعبانه قوي بجد. وانا كاسماء من جوايا كده من قلبي، كل ما بتيجي في بالي كده بزعل عشانها قوي، عشان عارفه ان هي تعبانه. فيا ريت يا ريت يا ريت كلكم تدعوا لها ربنا يخفف عنها تعبها كده ويشفيها يا رب. هي مهما كان عمتي، ومهما كان إيه من دمي او انا من دمها، فعمر الدم ما يبقى ميه مهما حصل. هنا بقى يا جماعه كنت شويت السمك. زي ما انتوا شايفين، في الاول هاجر اختي اللي حمت الفرن يعني، قلت لها احميه كده وظبطيه وانا هشوي السمك. وحطيت البوري مع البولتي، وجهزت بقى الصينيه. ايه رايكم؟ ادي البوري. طبعا في ناس ممكن تقول انتوا بتحرقوا السمك كده ليه؟ احنا ما بنحرقوش يا جماعه خالص، احنا بنحب السمكايه يبقى لونها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ما بنحبهاش بيضة. لكن طعم السمك ما بيبقاش مر، مش محروق. كل الحكاية ان قشرة السمك بتقشر معاك بسرعة، والسمك بيبقى متلدن ومشوي حلو كده. محبش السمك الابيض خالص. بعد ما اتغدينا بقى شربنا الشاي، وانا في الوقت ده يا جماعة خلاص اللي هو انا لبست بقى، وجوز اختي هياخدني علشان يوصلني. هروح بقى، لازم اروح علشان لولو جايلي تاني يوم الصبح. الفيديو ده كان المفروض ينزل لكم، بس قلت مش مشكلة بقى. فاللي هو بقى في الوقت ده كنت بوريكم العلاج بتاع مودة. انا كنت رحت جبت لها علاج من الصيدلية، وبصراحة كان تعب السخونية كل 4 ساعات، ما بتلحقش وتسخن، وحرارتها كانت بتعدي 40. فراحوا كشفوا عليها بقى وجابوا لها العلاج ده، والحمد لله جت عليه فعلا. الحمد لله كنت قلقانة عليها قوي، وما شاء الله العلاج ده جاب معاه نتيجة. فانا الوقت لابسه بقى، وجوز اختي كان نزل علشان يسخن الموتوسيكل علشان يوصلني وكده. وكان مودة تقول لي عشان خاطري يا طنط اقعدي معايا، ومش عايزاني اروح وكده. فقلت لها انا لو قعدت بديك الحقنه وبتزعلي. قالت لي لا يا طنط اقعدي معايا، بس ما تدينيش الحقنه. قلت لها لا خلاص، شوفي حد تاني يديها حقنه، ما عدتش اديلها. بتصعب عليا، بس اعمل كنت بديها الحقنه بتاعتها وكده. زعلانه بقى ان انا بديها الحقنه، وانا يا طنط بخاف وتعذبنا على ما نديها. هنا خلاص كنت مروحه في الطريق. قلت اصور معاكم بقى المناظر الطبيعيه الجميله دي، بس عشان التليفون متسرع انا بقى طبعا مش واضح نزلت قوي. دلوقتي. هنا كنت بقول لكم جوز بقى اختي جوز بيعمل حاجه اختي في كان الموتوسيكل، قال مش لي عارفه ان حاجه انا اقف ايه في يعني. جنب كده، المهم انا لان نزلت كده الموتوسيكل في بتاعه جنب بعيد كان عن بيعمل الورشه. فيه حاجه عند
ميكانيكي، فايه ان انا ما ينفعش اروح عند الورشه ومستنياه وكده. هنا دلوقتي، يعتبر واقفة على الكوبري قلت بتاع ايه، قلت له انا الدوار. هتمشى كده اسبق شويه على الواقع ما الدوار نخلص، هنا في بس انا همشي على نفس الشرقية، الطريق يعني عشان ايه ما اللي هي توهش قصاصين وكده. الأزهار. يعني في فانا ناس كنت ما بتمشى بقى تعرفش وبتكلم الدوار، معاكم وكده. اللي هي مش فاكره قصاصين انا كنت بقول الأزهار. ايه، مش مشكله يعني، لان الفيديو فهو ده قال لي يجي من استنيني قدام اسبوع. شوية كده، فأنا استنيته، فنشوف ما يجي بقى. وعايزه اقول لكم ان لولا ان لولو كانت جايه خليكم معايا، لي طبعا أكيد ما ليه حبايب في كنتش الجو ده. هروح اليوم ده، لان كان فعلا موده لسه كانت تعبانه أبو مالك جه يا وايه اللي جماعة هم من كانوا ماسكين بعيد، فيها هناك هو جامد جايب يعني. طب الموتوسيكل. قولوا لي مثلا لولو اصبر يوم او اتنين او حاجه، قلت لهم لا ما ينفعش طبعا. هي قالت هاجي أهو واحنا وصل خلاص، لو قلت لها بالسلامة أهو. تعالي فلازم اروح. بوريكم كده الموتوسيكل كان جه ومالك، وخلاص اللي هو احنا بقى ماشيين في الطريق. اللهم صل على سيدنا محمد. عاوزة اقولكم ان مالك بقى ساعة ما شاف باباه جاي، فالولا مسك في خاله بقى وخايف. هو لما شاف باباه قال ان هو جاي ياخده، بس هو باباه جاي يوصلني، وقال لو مالك ايه رضا يجي معانا ماشي. فهو خاف بقى لما شاف باباه، وقال إيه يعني ايه يسيب ان هو يسيبه كده يعني. وأخيرا وصلنا أهو يا ظهري يعني. مرن عليهم الجرس، الباب مفتوح اهو. لا اله الا الله. تعال بلبل. انت عامله كده ليه؟ عامله ايه بلبل؟ هي يا جماعه انت عامله ليه كده؟ مسرحه شعرك ولابسه طاقيه. تعال هاتي بس الاول بسين. عشتيني انت كمان. انا الهوا بهدل طرحتي ازاي؟ هما فوق مش تحت. بابا جه يا لوك، حط شيل ايدك من بقك يا لوك. شوف بلبل. ساعة ما شافت عمها محمود. انت ها يا كلب، سلم على بابا. كلب جوزها اهو. انت معايا؟ ليه؟ شوف بيقول لك لا، خلي بالك. بقول لك لا مش جاي. ليه؟ مش عايز تيجي بابا؟ تعالى يا لوكا يلا، هو عايز يقعد معانا هنا. انت بتقول له بابا ايه يا لوكا؟ مش عليك. استنى لوكا، انت بتقول له بابا ايه؟ كنت بتقول له ايه دلوقتي؟ كنت بتقول له ايه؟ يلا يا جازم، كان بقول له امشي لوحدك. مش هتيجي معايا عشان نمشي؟ لا. يلا ايه؟ يلا يا كلب. دي تبع خاله دي. تعالى يلا.